ورحمة الله وبركاته. دوت الجزء بتاع التطبيق العملي للشغل في طلبات. اول حاجه بفتح البرنامج اللي انا هشتغل عليه، بلاقي منطقه كده معموله بالاصفر. المنطقه ديت هي الزوم بتاعي. لازم انا ابقى جوه الزوم وانا بفتح الشيفت. بروح رافع الجزء ده كده، بيبقى كاتب لي شيفتي من كام لكام. انا بروح قبلها بنص ساعه، او يعني قبل الشيفت ما يبدا بشويه حلوين كده. هنا بيقول لي الشيفت يبدا في 11 دقيقه، فبروح دايس بيقول لي هل انت جاهز يبدا الشيفت. اروح بادئ الشيفت الان، فبياخد صوره ليا. تمام، خد الصوره كده. بعدها بدوس اوافق، وبدوس هنا على المربع ده، وبدوس على المربع دوت وادوس يبدا الشيفت. بيقول لي تبدا يرجى التوجه الى منطقه بدء العمل. كده انا لازم اتحرك شويه صغيرين عشان اقرب من منطقه الشغل. يعني انا دلوقتي جوه المنطقه، بس السيستم عندهم لسه مسمع ان انا بره، فهتحرك شويه صغيرين كده لحد ما ناحيه المربع الاصفر، لحد ما اخش جواه واروح مجرب تاني. تمام كده الشيفت بدأ. مكتوب له جاري البحث عن طلبات. المناطق اللي فيها زون ريد زون ديت هي اللي فيها شغل يعتبر، فانا يعتبر في حاجه منهم. فبفضل مستني، باجي كده على جنب واستنى لحد ما يجي لي اي اوردر. لما بيجي لي اي اوردر بيظهر في حاجه اسمها عمليات التوصيل هنا. اول ما بيجي بيظهر هنا، فانا عامل القبول التلقائي. فاول ما يجي اوردر ان شاء الله هيستلم على طول نفسه. بقعد كده استنى شويه لحد ما يجي لي اي اوردر. يعني الاماكن دي كلها الزوم بتاعي، ممكن اتحرك فيها براحتي. انا دلوقتي في زون مصر الجديده، فاخري من الناحيه دي جسر السويس، لو عديته ابقى بره الزون. واخري من الناحيه دي طريق النصر، لو عديت النصر هنا ابقى بره الزون. يعني انا الزون بتاعي مصر الجديده كلها، فزون كبير قوي. لسه جاري البحث عن طلبات. يبقى مكتوب لك شيفت يبدا امتى ويخلص امتى. في زرار تاني اسمه متاح لتمديد الشيفت. لو فعلت الزرار دوت وهم محتاجين، الشركه محتاجه ناس، الزرار دوت بيمد لك نص ساعه تلقائي. يعني بدل ما شيفتي مثلا هيخلص 10 ونص مثلا، هيخلص 11 بسبب ان هو بيمد لك نص ساعه اضافه. بفضل مستني كده لحد ما يجي لي اوردر. كده يعتبر جالي اوردر او قبول طلب جديد. الاوردر اللي جالي في حته اسمها في سلاد ستور، محل اسمه سلاد ستور. فممكن ادوس انكر للتدبير. هنا في كذا خطوه عشان افتح الخريطه. في الخريطه بتاعت البرنامج ذات نفسه، انكر للتدبير. كده المفروض ان انا اتحرك في شارع الحجاز، اتحرك لحد ما اوصل للعنوان دوت اللي في الخريطه. طب انا دلوقتي عايز افتح الخريطه بتاعت جوجل. اروح دايس هنا على السهم اللي طالع لي فوق ده، اروح دايس عليه، هيختار لي اروح مختار خريطه جوجل. فتح لي الخريطه. اهو فتح لي الخريطه. ممكن اتحرك بالجي بي اس اللي هو هيدولي. طب انا دلوقتي حافظ الاماكن، مش محتاج الجي بي اس دوت. اهو فتح لي الجي بي اس وقال لي هتتحرك كده وكده. انا دلوقتي حافظ الاماكن فمش محتاج الجي بي اس، فهلغيه. اروح للمطعم دلوقتي وهوريكم كل حاجه بالتفاصيل ان شاء الله. دلوقتي انا جالي استلام الاوردر. رحت دايس استلام الاوردر بعد ما دفعت الفلوس اللي كان مكتوب لي ادفع 95 جنيه دفعتهم. ودلوقتي هتحرك للعميل. جاب لي الخريطه بتاعت العميل وجاب لي العنوان بالتفصيل. هتحرك للعميل ان شاء الله واصور تاني فيديو. تمام انا كده وصلت. هكتب لك تم الوصول، ووصلت كده العماره 15. فهسأل على العنوان اللي هنا دوت. دوست على الثلاث نقط اللي فوق دول، جاب لي العنوان شقه 602 الدور الرابع. هخش دلوقتي اسأل على العنوان. عماره 15 صح؟ شقه 602. شقه 602.
انا هسلم الاوردر للعميل ومكتوب لي هنا جمع النقود 108. هاخد من العميل 108 وتابعوا معايا. طلبات كده وصلت الاوردر وخدت فلوس من العميل، والفلوس اللي زياده لو اداني فلوس زياده عن الفلوس ديت مثلا بتبقى ليا ومش تبع الابليكيشن يعني. دي حاجه. الحاجه التانية ان انا بستنى اما اخرج من العماره خالص عشان ادوس توصيل الاوردر عشان الشبكه، عشان لو جالي اوردرات تاني اعرف استلمها، الشبكه ما تضيعهاش عليا. بس الشبكه تمام كده، اروح دايس توصيل. الشبكه لسه تمام. ساعات بيجيب لي صور، ممكن اصور باب العماره، هو انا مش جايب لي تصور حاجه، فادوس تاكيد التوصيل على طول. بس تمام كده وصلت اوردر في طلبات، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في الحلقه الجايه. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ولايك للفيديو.